الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ذلت لجبروته الرقاب. الله أكبر، خضعت لعزته الجباه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، تقبل الله صيامكم وقيامكم، يا من أظمأتم نهاركم وأحييتم ليلكم، يا من جفت عروقكم من العطش في صيام أيام من الحر الشديد، في أيام يكتب الله عز وجل لكم فيها من الخير والأجر مع إخلاصكم لله تبارك وتعالى. وتجتمعون اليوم في نداء وجمع إحياء لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في مصلى لكي نكبر الله تبارك وتعالى ونعظم شعائر الإسلام ونحيي هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة صلاة العيد، عيد الفطر المبارك، ولنردد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إنكم أيها المسلمون جزء من هذا الدين، جزء من هذه الأمة. أنتم الذين سماكم إبراهيم عليه السلام بالمسلمين رفعة وتكريما وتشريفا بوسام رباني جعلتموه في قلوبكم إخلاصا وفي ألسنتكم شهادة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي أعمالكم سجودا وركوعا وصلاة وصياما وحجا وزكاة تبادرتم جميعا إلى طاعة الله عز وجل. ليس شهر رمضان فحسب، وإنما حياتكم كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنكم يجب أن تستشعروا أنكم جزء من هذا الدين حينما تحيون هذا الدين، حينما تحيون شعائر هذا الإسلام، حينما تقومون بواجبكم فإنكم تحيون الأمة، توقظون الأمة أن لكل واحد منكم دور في إحياء هذه الأمة. فالنصر نشم رائحته قريبا في هذه الأمة وندرك أن رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله سوف ترفرف فوق سماء القدس قريبا بإذن الله عز وجل. نشم هذه الرائحة وندركها من وراء عبادتكم ووجوهكم المشرقة، من وراء ما تسمعون. سمعتم أيها المسلمون في شهر رمضان، سمعتم آيات الله تتلى في المساجد وبكت عيونكم خشية من الله تبارك وتعالى، ووجلت القلوب خشوعا لله تبارك وتعالى، وخضعت أجسادكم ولانت جلودكم لذكر الله عز وجل ولإقام الصلاة. سمعتم في الليل بكاء التائب لله تبارك وتعالى، ورأيتم الأيدي تمتد بالعطاء
بعطاء جزيل يكون له عند الله عز وجل مضاعفة الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولكننا اليوم نريد أيضا كجزء من الأمة أن نسمع بكاء اليتامى، أن نسمع آهات الثكالى، أن نسمع أنات المعتقلين وراء السجون في بلد من بلاد المسلمين مجاور لنا في أرض الشام في سوريا. نريد أن نستشعر وأن نسمع كما سمعنا في رمضان صوت التائبين وبكاء الخاشعين، أن نسمع إلى أولئك الذين طال عليهم الوقت وهم ينتظرون من المسلمين في العالم نجدة، ينتظرون من حكام العالم أن يكون لهم موقف صحيح، ينتظرون من شعوب هذه الأمة أن يكون لهم غضبة تكون نصرة لهم ولدينهم، تكون من أجل أن يكون هناك راية ترفع، هي راية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هم رفعوا راية ما لنا غيرك يا الله، وأنتم اليوم ترفعون معهم ذلك حينما تتفجر ينابيع الإيمان، حينما نعيش حقيقة ولو في يوم من الأيام معاني الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، معاني الإسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. ينبغي علينا أن نستشعر المعاني التي نقرأها دائما كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شهدتم في عامكم هذا آيات من الله تبارك وتعالى، فمن كان على عرش من عروش مصر، على بلد هي تعد من أكبر بلاد المسلمين، شهدتم كيف أدى به ظلمه، كيف أدى به طغيانه إلى أن يهوي كما هوى فرعون وأن يعود إلى السجن. وشهدتم خلال هذا العام أيضا كيف أن من كان مضطهدا مقهورا مظلوما من أجل أنه على الإسلام كيف رفع الله عز وجل شأنه، لكي تدركوا معنى قول الله تبارك وتعالى: يعز من يشاء ويذل من يشاء. أدركتم هذه الحقيقة ورأيتموها بأعينكم. واليوم من خلال رائحة دم الشهداء في سوريا الذي تجاوز 25,000 من خلال المفقودين الذين بلغ عددهم أكثر من 70,000، من خلال الجرحى الذين بلغ عددهم أكثر من 100,000 جريح، من خلال المعتقلين الذين بلغ عددهم أكثر من 200,000، من خلال هذه الأرقام وما وراءها من أعداد مضاعفة من اليتامى، المأساة كبيرة، الجرح كبير، الخطب عظيم. إذا لم يكن من الشعوب المسلمة شعور بهذا، وليست أرقاما تتلى وليست أرقاما تكتب، وإنما هي دماء حقيقية، دماء بشرية، أجساد تقهر، أعراض تنتهك. إذا لم يكن للمسلمين هذا الشعور في هذا الوقت، فمتى تكون الغضبة لله تبارك وتعالى؟ وراء ذلك من اليتامى، وراء ذلك من الأرامل، وراء ذلك من الثكالى، وراء ذلك من البيوت التي هدمت، من البلاد التي مسحت. كل هذا يراه الناس بأعينهم، يراه الناس ويرون حقيقة ينبغي أن يقفوا عندها. هذه الحقيقة أن الصراع الذي يجري الآن ليس صراعا من أجل سلطة ولا من أجل إسقاط نظام ولا من أجل المطالبة بحرية، وإنما هو صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. فالكفار قد حشدوا جهودهم، جمعوا الحقد
الصفوية الفارسية الرافضية الشيعي بكل ما يملكون من إيران والعراق ومن حزب الشيطان في لبنان وغيرها من الأماكن، جمعوا كل ما يستطيعون مع الحقد الباطني للنصيرية الكفار. اجتمع هذا مع ذاك على أهل السنة والجماعة، اجتمعوا لكي يحاربوا الله ورسوله، وذلك بأسماء مستعارة وبدعاوى كاذبة. اجتمعوا اليوم واجتمع معهم أهل الكفر من عبدة الأصنام في الصين، وأهل الإلحاد من الشيوعية وفلولها وبقاياها في روسيا، واجتمع معهم من يعطي المهل ويعطي للظالم الفرصة تلو الفرصة من أجل قتل هذا الشعب. ولم يبق بين يدي هذا الشعب المظلوم الذي يقتل في كل يوم ولا يجد من يمد له يد المساعدة والعون إلا القليل من الشعوب المسلمة، وإلا دعاء من أمثالكم أيها المسلمون، وإلا دعاء منكم. إنه صراع بين الحق والباطل، حقيقة ينبغي أن يعرفها الجميع وليست أمرا باطلا. ولذلك إذا اجتمعت شعوب المسلمة موحدة على عقيدة صحيحة اليوم فإنها مؤذنة إن شاء الله، كما كانت في عهد صلاح الدين لما قضى على الدولة الفاطمية التي عبد العباد فيها من دون الله، ويعبد اليوم هذا الحاكم الظالم في سوريا من دون الله عز وجل. إذا قضي عليه فإن من وراء ذلك إذا اجتمعت جيوش المسلمين، إذا اجتمعت شعوب المسلمين من أهل السنة والجماعة، فإن من وراء ذلك نصر لقضيتهم الكبيرة الأساسية، هي قضية بيت المقدس وعودتها إلى أيدي المسلمين وفك أسرها بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبذلك أيها الإخوة تصبح هذه القضية ليست قضية شعب محدود، وإنما هي قضية أمة، هي قضية أمة الإسلام، هي قضية كل مؤمن في قلبه توحيد لله تبارك وتعالى، يأبى كما يأبى الصغير الذي رآه الناس يأبى أن يسجد لصنم أو لصورة صنم. نعم أيها الإخوة، من وراء ذلك ندرك أن هناك أمرا عظيما سيسجله التاريخ، أن فترة قادمة بإذن الله عز وجل ستسجل للمسلمين تاريخا ناصعا كما سجلت للمسلمين نصرا بعد حطين وبعد عين جالوت، كما سجلت للمسلمين فتحا مبينا في تاريخهم كفتح القسطنطينية. سيكون هناك فتح قريب وسيسجل التاريخ ذلك عما قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاهدوا في الله حق جهاده، ابذلوا ما تستطيعون في طاعتكم لله عز وجل. واليوم يوم عيد للمسلمين يفرح به المسلمون رغم الجراح، يفرح المسلمون لأنهم يدركون أن الأمل بالله عز وجل لا ينقطع، وأن الجراح مهما عظمت وأن الدماء مهما سالت فإن من وراء ذلك رائحة نصر قريب بدت بوادره وظهرت علاماته. واليوم الخطوة الأخيرة التي ستكون فإنما هي صبر ساعة، وبعد ذلك يكون نصرا مبينا إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هنيئا لمن صام نهاره صياما صحيحا، ولمن قام ليله قياما صحيحا. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنيئا اليوم لمن يأتي في عيده فلا يرتكب مخالفة شرعية ولا بدعة ولا محرما
وإنما ينقلب إلى طاعة لله تبارك وتعالى، ليفهم معنى العيد بالعودة من الطاعة إلى الطاعة، ليفهم معنى العيد أنه صلة أرحام وبر والدين وإحسان. من أدى زكاته قبل صلاتنا هذه زكاة الفطر فهي زكاة مقبولة إن شاء الله، ومن لم يؤدها فعليه أن يبادر إلى أدائها اليوم قبل غروب الشمس ولا يؤخرها إلى بعد غروب الشمس. ذلك أيها الإخوة أنها صدقة مقبولة إن شاء الله عند كثير من العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، أغنوا الفقراء عن المسألة، عن أن يمدوا أيديهم في مثل هذا اليوم، أكثر من الصدقات. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد من يوم الفطر توجه عند النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تنزع القرط والخاتم وما تملك فتضعه، وذلك تواضعا لله عز وجل. واليوم يوم صدقة ويوم معروف. أيها المسلمون نقوا قلوبكم، هذه فرصة. اليوم يوم نقاء القلوب، فمن كان بينه وبين أخيه شحناء فلينزع هذه الشحناء، من كان بينه وبين أخيه قطيعة فلينهي هذه القطيعة، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: اعف عمن ظلمك، صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك. وقال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. متى يفهم المسلمون معنى الاعتصام بحبل الله؟ متى يفهم المسلمون معنى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ إن كل من يناصر قضية من قضايا المسلمين، وقضيتهم الكبرى قضية فلسطين، وقضيتهم اليوم الملحة قضية سوريا، وقضية المسلمين في بورما في إقليم أراكان، وهم مسلمون يلاقون الإبادة الجماعية. من ينصر هؤلاء اليوم فهو المسلم الذي سماه إبراهيم عليه السلام بالمسلمين، وهو الله مولاه، لا مولى لنا إلا الله وحده لا شريك له. ومن خذل المسلمين اليوم، ومن وقف مع الظالم، ومن أيد الظالم، ومن سكت على ظلم الظالم، ومن أفتى للظالم، ومن أفتى لحكام سوريا الظالمين، ومن كان معهم وأيدهم بموقف، فإنه يتعاون على الإثم والعدوان. وإثم هذه الدماء التي تراق في رقبة هؤلاء، وهم سيحاسبون ويسألون بين يدي الله تبارك وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن من يخذل المسلمين اليوم يخذل الإسلام، ويخذل لحظة تاريخية، يخذل من يستطيع النصر ومن فتحت له أبواب النصر. فكونوا مع المسلمين الذين بذلوا ما يستطيعون من دماء وأرواح وأبناء، وأنتم تبذلون الدعاء، تبذلون الأموال، تبذلون المواقف. إن المهجرين الذين جاءوا إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد الجوار، يبلغون اليوم ما يقرب من 400 مليون إلى نصف مليون، وأكثرهم في هذا البلد الطيب في الأردن. إنهم اليوم أيها الإخوة ينبغي أن نحفظ لهم كرامتهم، أن نحفظ لهم كرامتهم المعنوية، أن نحفظ لهم كرامتهم المالية، فهم ضيوف على هذا البلد، وأهل الضيافة ينبغي عليهم كما فرض الله عز وجل عليهم أن يقوموا بالواجب بحسن الاستقبال كما يحصل اليوم إن شاء الله. ولكن المطلوب أفضل وأفضل من كل مسلم منا. وأما المهجرين في الداخل فإنهم يبلغ عددهم 4 ملايين،
4 ملايين يهجرون من بلد إلى بلد وينتقلون ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء. ادعوا الله عز وجل لهم ومدوهم بما تستطيعون، فإنه أقل الواجب المطلوب منا في هذه الأيام، فإن من وراء هذه الأيام أيام نصر عظيمة، كما نصر الله عز وجل أهل الحق في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن، فسيأتي هذا على أهل سوريا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ألا أيها الإخوة تذكروا اليوم الأرملة والمسكين، تفقدوا جيرانكم، صلوا أرحامكم، فإنه يوم عظيم من أيام الله عز وجل. أقيموا فيه الصلاة وارفعوا شعائر الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلن بفضلك كلمة الحق وهذا الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي أراكان وفي كل مكان. اللهم أيد المجاهدين بمدد من عندك، اللهم أيدهم بالملائكة وامددهم بمدد من عندك. اللهم ثبت أقدام المجاهدين واجمع كلمتهم على البر والتقوى. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم ونساءهم وشبابهم وشيوخهم وأموالهم وديارهم. اللهم احفظهم بحفظك واحمهم بحمايتك، واجعلنا سندا لهم واجعلنا مددا لهم، وأعنا على غوثهم يا رب العالمين، والمدد من عندك إلهنا ومولانا. تقبل الشهداء، اللهم داوي جرحاهم وفك معتقليهم وأحسن خلاص مسجونيهم. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بحكام سوريا الظالمين وباليهود الصهاينة الغاصبين وبالبوذيين القاتلين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل فيهم بأسك، اللهم أنزل فيهم عذابك. اللهم أرنا فيهم يوما عظيما يشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين، واجعل العام القابل عام خير وبركة ويمن على الإسلام والمسلمين في كل الأرض يا رب العالمين، واجعل راية الإسلام ترفرف فوق بيت المقدس الحزين. اللهم إنا نسألك نصرا وفرجا وفتحا قريبا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جزاك الله خير.